الاستاذ فتحي فرج، امين التدريب والتثقيف في حزب المصريين الاحرار بالاسكندريه. اهلا استاذ فتحي. اهلا بيك. وايضا معنا الاستاذ محمد فريد، عضو المكتب التنفيذي ايضا لحزب المصريين الاحرار هنا بالاسكندريه. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بحضرتك. استاذ فتحي، حضرتك ليك تجربه حزبيه من خلال الجبهه الديمقراطيه طبعا قبل 25 يناير، وهذا الحزب يعني كانت الناس كتير قوي شايفه فيه بارقه امل، شايفه فيه تجديد للحياه السياسيه قبل 25 يناير بحكم الاشخاص اللي كونته ودخلت فيه، وكيانات سياسيه او اشخاص سياسيين مهمين قوي في تلك المرحله. ده صحيح تاكيد. ولكن قامت الثوره وداب الجبهه الديمقراطيه، ظهرت احزاب كتير، طبعا حصل تكفير وحصل تخوين وحصل حاجات كتيره جدا، والاحداث اللي كانت كل يوم مخليه الاحزاب مش فايقه يعني تلاحق الشارع ولا تلاحق اللي بيجي لها وكل هذه الامور. النهارده بنتكلم عن المستقبل انطلاقا لتجربه الماضي، وحضرتك مسؤول عن التدريب والتثقيف، بتدرب وبتثقف فقط اعضاء الحزب ولا ليك دور لتعريف الناس يعني ايه حزب، يعني ايه نشتغل، والاحزاب بتغلط في ايه وبتنجح في ايه؟ إذا كانت الأحزاب السياسية هي أرقى انتماء سياسي للأفراد اللي على وعي كامل بحبهم لوطنهم، فاللي حصل بعد 25 يناير إن قطاعات كبيرة من الشعب المصري خاصة الشباب الحقيقة فعلا زي ما سيادتك قلت في المقدمة سبقوا الأحزاب، لكن ده ما يعنيش إلى أن أي دولة مش هتتقدم إلا إذا كان عندها أحزاب قوية، لأن الأحزاب هي اللي بتبلور المطالب بتاع قطاعات وفئات الشعب سواء الشباب أو غيرهم، وهي اللي بتتحمل العبء في إنها تنفذ برامج تعبيرا عن صلاتها بالمواطنين وبالجماهير وخاصة الشباب. حزب الجبهة الديمقراطية أنشئ 2007 والحقيقة ساهم مساهمة كبيرة، ده وده اللي خلى سيادتك بتقول إنه هو هذا الحزب كان قبل الثورة، ساهم مساهمة كبيرة جدا في الترتيب والإعداد ل 25 يناير. فعلى سبيل المثال هنا في اسكندرية كان مقر حزب الجبهة بيستقبل كل الفئات اللي كانت معارضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، واتحطت فيه بمثابة حجرة عمليات لأحداث 25 يناير. ده اللي طبعا اللي أنشأ الحزب قامات وهامات كبيرة، الدكتور يحيى الجمل، الدكتور أسامة الغزالي حرب، الدكتور علي السلمي، الأستاذة سكينة فؤاد، الدكتور صلاح فضل، ودول كلهم يعني هامات وقامات كبيرة في الفكر والثقافة والعلوم السياسية. دول الحقيقة اللي أنشأوا الحزب، واستطاع الحزب قبل 25 يناير مثلا احنا رفضنا نخش الانتخابات بتاعة 2010، وده كان موقف مشرف اللي دخلوا الحزب وتراجعوا، لكن يظل ان حزب الجبهة فعلا كان حزب كبير ومؤثر قبل الثورة. لكن بعد 25 يناير فئات الشعب بمطالبها وبحركتها في الشارع فعلا سبقت الأحزاب، وده شيء طبيعي جدا حصل في كل بلاد العالم، إلى أن الشباب وحركتهم ومطالبهم يعني بتبقى معبرة بشكل أصدق عن مطالب الجماهير. على الأحزاب أن تسعى، على الأحزاب أن تربط نفسها وتعمل علاقات وثيقة بكل فئات المجتمع، وأن تعكس في برامجها وتعدل برامجها وتعدل انطلاقاتها علشان تبقى أكثر تعبيرا عن كل طموحات وأمال الشعب. تمام. أستاذ محمد فريد، يعني حضرتك عضو مكتب تنفيذي لحزب المصريين الأحرار، هل شايف لسه عند الشباب المصري عندهم قناعة إن المستقبل إن الناس تنضم، أو إن الشباب عنده طموح وعايز وبرضه عنده فكرة الاستعجال وله حق في حاجات كتير في الحقيقة، يعني إن هو يستنى يشوف مين هيبقى الحزب الحاكم اللي هيجي اللي هيبقى في سدة الحكم وندخل ننضم له؟ لسه الفكرة دي عند الشباب؟ لا، أنا شايف إن الفترة دي بعد 3 سنين من الثورة والتجربة المريرة اللي كانت السنة السابقة، يعني الشباب دلوقتي عرف الصالح العام بتاعه إيه بالظبط، بمعنى اللي هو الفترة اللي فاتت بالذات كان في آراء معينة كانت موجودة في الشارع إن الناس الكويسة هي اللي بتحكم بشكل معين بنمط معين. دلوقتي التجربة
اثبتت كذا حاجه. من ضمنها اول حاجه ان انت لازم انت بنفسك تتحقق من اللي انت من مطالبك، هل ده حقق لك ولا لا. انت بنفسك تقدر تكون كيانات، وفي كيانات كتير جدا بعد 25 يناير اتوجدت، ما اعتقدش اللي هي ليها موجود في الشارع السياسي دلوقتي، او حتى في المجتمع المدني عموما في اسكندريه، او في اماكن تانية كتير يعني على مستوى الجمهوريه. لكن في كيانات اللي كونها الشباب عن تعاون بينهم وعن ثقه ان هم يقدروا يعملوا حاجه في مصر او لبلدنا، هي الكيانات دي اللي موجوده دلوقتي. يعني في كيانات اتوجدت في احزاب كتير، مش المصريين الاحرار بس في الاسكندريه. احنا في فتره الانتخابات الاولانيه عملنا تحالف انتخابي كان بيضم احزاب مختلفه عن احزابنا، يعني حتى في الاتجاه. يعني كان في حزب التجمع، كان في حزب المصري الديمقراطي، بس ده تحالف انتخابي لسبب واحد، لان الشباب في الفتره اللي هي بعد الثوره، يمكن معروف ان ثوره 25 يناير ثوره قام بها الشباب لكن بدون قائد، بدون شخص يقود المجموعه ككل. يمكن ده سببه او ده احنا دفعنا ثمنه في السنه اللي حصل فيها انتخابات المجالس الشعب الفتره الاخرانيه، وتم الاختيار بالمعرفه السابقه او اللي لهم تاريخ قبل كده، الجزء اللي هو الديني او الجزء اللي هو دول ناس طيبين، دول ناس كده، دول ناس اعتقد يعني نعرفهم، دول كانوا معارضه، دول اللي كانوا بارزين في التعامل او بارزين في ده. فانا اعتقد ان دلوقتي الشباب مش هيسمح للاحزاب اللي هي تعمل يعني تصل بشكل منفصل للسلطه وتنفرد بالسلطه كفصيل منفصل للاغلبيه، لا بل بالعكس، هو هيشارك بقوه ان هو يوصل صوته، خصوصا مع مواد الدستور الجديده اللي بتدي يعني فرص كبيره جدا للشباب في المجالس المحليه. دي فرصه موجوده السنه دي وفي التشريعات الجايه ان شاء الله. فالشباب مش هيسمح ده، الشباب خلاص اتعلم الدرس، والدليل على كده ان حمله تمرد ما اعتقدش كان فيها اي توجه سياسي او اي توجه، مش توجه سياسي حزبي، بل بالعكس قامت على مجموعه من الشباب. اعتقد ان شباب مصر قادر اللي هو يوصل مصر لبر الامان الفتره اللي جايه. تمام. استاذ فتحي، انا هنطلق من الجمله الاخيره، وحضرتك سن الاكبر، بالفعل هل تثق ان الشباب قادر ان هو ينطلق بمصر في المرحله القادمه؟ بالتاكيد الشباب هم المأمول فيهم، والشباب حتى على مستوى الممارسه في الحياه السياسيه، يعني حتى لو في بعض التصورات، بس الشباب أصدق في تعبيرهم من هم أصحاب المستقبل وهم اللي لامسين الواقع. وصحيح احنا بنشهد في الفترة الأخيرة عزوف بعض الشباب عن مواكبة الأحداث، وممكن عدد منهم ما صوتش مثلا على الدستور، ولكن هم عندهم بعض الحق لسبب هم مستعجلين انهم يحصلوا على ثمرة للثورة. ده حماس الشباب يعني. لحماس الشباب فعلا. بس مستعجل، البلد كلها مستعجله، وماله حتى الكبار مستعجلين، وماله كل تعب حقهم، مش قادرين يعني بحماسهم وبطاقتهم الكبيره ختمه. لكن ما حدش ينكر ان الشباب في كل العصور وفي كل البلاد هم املهم وامل الامه، وهم اللي عليهم لكن علينا ان احنا نبقى اكثر تواصلا معاهم، علينا ان احنا نعرف منطلقاتهم، علينا ان احنا نقدر حماسهم وما نفقدش الثقه فيهم. لا، لازم الاجيال تتواصل، واذا اي حد تصور له الى ان هيتحرك او مصر هتتقدم بدون الشباب يبقى غلطان. والدليل على ذلك الكلام اللي قاله الاستاذ محمد، ان الدستور مثلا اقر في المجالس المحليه ان نسبه كبيره جدا من الشباب تبقى موجوده، اللي هم في 25 سنه، عشان يتدربوا، علشان يبقوا قاده للمستقبل، وعلشان بعد كده يخشوا مجلس الشعب، ومنهم يبقى الرئيس، ومنهم تبقى الوزاره. لابد ان احنا نثق في ان الشباب، لان هم الشباب هم عماد المستقبل، وهم الامل الحقيقي للامه، وهم اللي عملوا الثوره. صحيح فئات الشعب الاخرى شاركت، لكن الشباب وخاصة لكن علينا ان احنا بس يعني ايه ندي لهم الفرصة ونعمل ثمرات للثورة. تمام. يمكن هي دي اللي هتخليهم يبقوا اكثر اقدام. في حوار شخصي مع احد المعارف في العيلة، شاب في جامعة اسكندرية،
لسه مخلص دورة التربية العسكرية اللي بتتعمل في الجامعة، وشعره محلوق يعني، بدأ ينبت كده بشكل لطيف. فبقول له ايه اخبار الدورة اللي خدتها؟ فضحك. قلت له يعني ايه كانت عاجباك؟ قال لي والله كانت حلوة جدا، يعني قعدنا 10 ايام في الحقيقة انا استفدت فيها استفادات كتيرة جدا، وعرفت حاجات ما كنتش اعرفها وقلت له كان معاك ناس من اكيد شباب من تيارات مختلفة، يعني دي دورة اجبارية بياخدها كل طلبة الجامعة. قال لي اه كان معايا ناس من جامعات كذا وكذا وكذا وبتاع. قلت له ايه رايهم؟ قال لي كتير جدا منهم لما احتكوا مع الضباط واحتكوا في الدوره وسمعوا وحكوا لهم عن التكتيك العسكري وعن التقاليد العسكريه وعن الحياه العسكريه، كتير جدا قالوا احنا ما كناش فاهمين كده، احنا كنا بنحسب الموضوع مختلف عن كده تماما. ده بنأكد مرة تانية ان الحوار مع الشباب وبالذات شباب الجامعة، حتى النهاردة اللي بيقول يسقط سين ويسقط صاد ويسكن عين ويسقط لام، كل هذه الاسقاطات محتاجين ان احنا نتكلم معاهم. كل ما يقول يسقط اللي عايزينه يسقط يروح يتكلم معاهم، يتكلم معاهم بلغتهم، يتكلم معاهم بهدوءهم. الفترة اللي فاتت الجامعة الترم الأول كان ملتهب جدا للغاية، وكان كل التركيز هنعمل تفويض، رئيس الجامعة يدخل قوات الأمن، يبقى في بروتوكول بين الداخلية ورئيس الجامعة والجيش والأمن يدخل، الشرطة تدخل ولا ما تدخلوش. كنت بعتقد إن الأحزاب هي هتقول لا استنى يا داخلية ما تدخليش، أنا اللي حزب هدخل الأول مع الجامعة حتى لو في ضرب نار، هدخل وهتكلم وهقعد مع الولاد، ولو حتى لا قدر الله سقط منا حد وإن شاء الله مش هيسقط، احنا مش أعز من العساكر والضباط اللي بيموتوا. ندخل نتكلم مع الطلبة، ندخل نتكلم 2 و3 و4. أستاذ محمد وحضرتك من نفس السن، ليه ده ما حصلش؟ بس هقول لحضرتك حاجة، هي الفترة اللي بعد فترة الحكم اللي فات، العقد السابق يعني، كان في حزب معين كلنا عارفينه مسيطر على إطار معين. المشكلة إن الجامعات بالذات ممنوع فيها العمل الحزبي بشكل واضح وصريح. ما كانش أعمل حزبي في الجامعه، يعني حضرتك انا ما اقدرش كحزب المصريين الاحرار اخش اعمل ايفنت حاجه معينه. لا مش ايفنت، انا مش داخل الجامعه جوه مولعه والدنيا بايظه خالص، انت مش داخل بتقول ان حزب المصريين الاحرار هو احسن حزب في مصر، ولا حزب سين تاني هو احسن حزب في مصر. لا انا داخل بقول للشباب اهدوا، الدنيا مش كده، الحياه مش كده، الابعاد في تصورات تانية، ما تدخلش لوحدك، تدخل معاك 3 4 من احزاب تانية في اسكندريه، او على مستوى لو جه حتى قيادات من القاهره. فين ده؟ ما شفناش قياده حزبيه ولا حتى شخصيه عامه كبيره دخلت وعملت لقاءات مع الطلبه جوه الجامعه، اللي فقط الجامعه ملتهبه، الاساتذه والطلبه بتعاني، والجيش والامن بيدخل وبيخرج، وكل الامور اللي احنا شايفينها مولعه. بص حضرتك، احنا في الحزب المصريين الاحرار باسكندريه عملنا ندوات بس خارج اسوار الجامعه نفسها، كانت مفتوحه في مكتبه اسكندريه، وكانت في اماكن في مراكز الابداع اللي هي وزارات الثقافه او كده، اللي كان بعتبرها حته من الجامعه مش بعيد عن الجامعه. يعني ما احنا سواء جغرافيا او حتى هي اصلا جزء من الجامعه يعني. لكن كان جوه الجامعه في الظروف الامنيه الفتره اللي مش الفتره اللي فاتت، طبعا الموضوع هذا دلوقتي والامن بدا يسيطر في حاجات كتير، بس حاطين خطط مع لما ندخل في الترم الثاني مع بدايه العام الدراسي الجديد. دخلنا في الجامعه حاليا في كذا اسره. برضه هرجع تاني للنمط بتاع اللي احنا كعمل حزبي سياسي، يعني انا وجهه نظري ان هو يكون يعني موجود في الجامعه تحت اطار او تحت مش رقابه، تحت يبقى في النور، يعني احنا كده احنا الشباب ده خلاص السياسه بعد 25 يناير ما بقتش في الفضائيات او في التلفزيونات او كده، السياسه خلاص نزلت الشارع، فبالتالي بدل ما هي نزلت الشارع يبقى اكيد دخلت الجامعات. الشباب دلوقتي هو الشغوف، الثوره قامت على الفيسبوك بنسبه كبيره في حاجات كتير، فكل حاجه الخبر بينزل. فاحنا حاليا دلوقتي بنجهز في كذا اسره من جامعه اسكندريه، في كليه التجاره، كليه الاداب، في اسره في كليه العلوم. دي اسر برضو عشان انا ممنوع من الجزئيه دي، اسر لافرادها لاشخاصها، ليست اسر مسيسه، لكن بنحاول نعمل لهم نشاطات معينه اللي هم يبقى عندهم وعي سياسي. يعني ايه انت تبقى مش موجود في حزب سياسي، يبقى ليك فكر معين، ليك ايديولوجيه معينه، مؤمن بشيء معين، مؤمن باختلاف الاراء. يعني انا اما اختلف مع حضرتك في جزئيه معينه، ده مش معناه اللي انت اللي احنا ما نتناقشش في ده. ايه الفرق بين النقاش وبين الجدال؟ الجدال دايما يوصل بعد ما نتعامل في الجزء بتاع احنا ما بنتجادل ما بنوصلش لفايده او ما بنوصلش لنتيجه، بل بالعكس بيزيد الفراغ بيننا، وبيحصل نوع من اللي احنا يعني في كتير جدا من فصائل مختلفه. استاذ محمد، المجتمع المصري مليء بالعديد من الموضوعات القوميه. مثلا ما شفتش حزب بيتكلم عن ظاهره التغير المناخي،
وتاثيراتها المدمره على الصحه العامه وعلى الزراعه وعلى موارد المياه. وكأن هذه الموضوعات مش تبع الأحزاب، كأن الأحزاب هي فساد النظام السابق وقضية الكوتا والمرأة وهنعمل ايه في المحليات والفلوس جت ولا ما جاتش. في قضية، في تهديدات دولية كبيرة في قضية التصحر اللي موجودة في مصر. في قضية زي قضايا الإسكان، قضايا زي قضايا التنمية. لما أنا كحزب أمسك تقارير التنمية البشرية على مستوى مثلا محافظة اسكندرية وأدخل أتكلم يا شباب، تقارير بتقول 1 2 3 4 ونخلي بالنا عايزين 1 2 3 4 ونفتح حوارات. وما تدخلش لوحدك، ادخل مع 3 4 احزاب تانيين. هو احنا حاليا فعلا في اسكندريه متبنيين عاملين مشروع، عاملين حاليا مشروع عن التعليم. للتعليم مش في الكليات بس، في المدارس في الثانوي والاعدادي او ده. حاليا طرحينه للنقاش. بننزل نعمل ايفنتات او يعني فعاليات في الشارع نفسها مع اولياء الامور، او مش اولياء الامور، مع الطلبه اللي في الشارع. او طبعا حضرتك اكيد عم بتواجد في الشارع بيبقى فيه ليك ابن، يعني لو انت ليك ابن، ليك صديق، ليك اكيد كلنا لنا ناس في المدارس، اولاد في المدارس متجهين لاتجاه تاني، ان بنتحرك من نقطه التعليم فقط لا للمعرفه. يعني احنا حاليا في حزب المصريين الاحرار بعد الاندماج مع حزب الجبهه مركزين جدا على المعرفه. المعرفه مش التعليم القرايه والكتابه بس، المعرفه يعني احنا عندنا فصول محو اميه للكبار، يمكن استاذه صابرين متوليه الموضوع دوت، وفصول مفتوحه للجميع. يمكن انا يعني اذا سمحت لي من مكانك هنا بعلن ان احنا مقرات حزب المصريين الاحرار على مستوى محافظه اسكندريه. عندنا اي حد عايز يمحو اميته من فوق السن، عدى السن التعليم نفسه يكون موجود. احنا حاليا دلوقتي متبنيين برضو فكره ثانيه، تعليم اللغه الانجليزيه ومحو الاميه او تعليم مبادئ. يعني مقراتك موجوده في عزبه ال500 وعزبه محسن وفي الفنجري وفي عزبه سكينه، وموجوده في نجع العرب، وموجوده في الهواريه. بص هقول لحضرتك حاجه، الاحزاب احنا كحزب المصريين الاحرار بالاسكندريه او الحزب عموما على مستوى الجمهوريه دي احزاب، انا حزبنا اتنشأ بعد الثوره، يعني يكون انا بقول لك ليه، انا ما بتكلمش، انا ما انا هقول لحضرتك مش بتكلم مع حزب المصريين الاحرار، انا بتكلم مع ظاهره سياسيه. سواء انت، انا مش بركز على حزب المصريين الاحرار كحزب، انا بتكلم عامه. يعني اللي انت بتقول لي اللي عايز اي حد يمحو اميته يجي، هو لا ده مش جاي ياخد دوره تنميه بشريه. لا لازم توصل له عشان اصلا في البلك الاكبر عند السيدات. هو فعلا دي تمام. فده لا، ده احنا نروح لهم وننزل معاهم بمحفزات، وننزل معاهم بشغل، ونستفيد من التجارب من المجلس القومي للمرأة ومجلس القومي للأمومة والطفولة، والشغل اللي تم مع تعليم الكبار قبل كده، ومع إذاعة الكبار التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. وننزل والناس دي هنتعامل معاهم إزاي، والمخطط إزاي، وقاري الخريطة، وكم واحد وكم ذكر وكم أنثى وكم قد إيه تسرب من التعليم. يبقى ندخل بنعمل تخطيط وبعمل بلان. لكن هي مش يلا انا فاتح مقر ونحط يافطه ماشي، اللي عايز يمحو اميته يا جماعه احنا موجودين، وانت مش عايز تيجي ومحو اميته يبقى انتوا المقصرين، احنا عملنا اللي علينا. لا هو المقر احنا عندنا الحمد لله. يمكن عندنا مقر في عزبه العمروه دي اللي هي في طريق الملاحه قبل نقطه الملاحه بالظبط. وعندنا عملنا لقاءات او مش لقاءات، عملنا استغلنا مناسبات معينه كدخول المدارس وكده بالتعاون مع لجنه المراه عندنا. انت عارف حضرتك عشان تخش منطقه خصوصا الجزء اللي هو بتاع السيدات، احنا لازلنا في مجتمع او مش لازلنا، احنا فعلا مجتمع شرقي مع اختلاف العادات والتقاليد والتحرر اللي احنا موجودين فيه، والانسان بقى ليه صوته. فاحنا نزلنا عزبه المراغي دي في طريق خورشيد اساسا، طريق اللي هو الملاحه نفسه، مش ملاحه، طريق اللي هو كفر الدوار يعتبر. عملنا فعاليات، احنا كنا مجهزين حمله او مش يعني مجهزين حمله دي مستمره على يعني ان شاء الله المدارس بس ترجع تاني. كانت حمله العوده الى المدارس، دي كانت مدخلنا للوصول للنجوع بقى والعزب وكده. احنا عملنا الحمله دي في 3 اماكن او 4 اماكن على مستوى اسكندريه. اول مكان كان عزبه المراغي، دي الحمله عباره عن العوده للمدارس. انت عارف حضرتك دخول المدارس بيبقى احنا يعني دي مساعده بسيطه، مش اعانه، او احنا ما عندناش جزء الاعانه او يعني هي كخدمه. اوجدنا لاولياء الامور او للي عنده يعني اولاد في الكليات او في المدارس حاجات بسيطه جدا، شنطه صغيره فيها كتب، فيها كراسات ومقلمه وجومه وكده، حاجات بسيطه جدا. احنا في اللحظات دي نزلنا عزبه المراغي، نزلنا اماكن تانية عوايد. عند العوايد في منطقه اسمها سباهي، طلعنا على الطريق الصحراوي في منطقه اسمها قشوع، وفي منطقه انت عارف حضرتك الصحراوي بتسمى باماكن المصانع اللي هناك.
في منطقه اسمها 7 او منطقه يعني كاكولا او يعني كده. ده بدايتنا كان بدايتنا ده في بدايه المدارس. دخلنا بعد كده عملنا حمله تانية بالتعاون بين لجنه التنميه المجتمعيه ولجنه المراه، عملنا حمله اسمها حمله كساء. طيب خلينا ندخل في دي، لان حزب واحد مش هيقدر يغطي، لكن فكره التكتلات الحزبيه والاندماجات الحزبيه، التجربه اللي حصلت بين المصريين الاحرار وبين الجبهه الديمقراطيه، يجب ان احنا نتوقف عندها شويه، لان مفيش حزب واحد حتى لو كان الحزب الوطني الديمقراطي بتاع زمان مش هيقدر يغطي مصر كلها. والتجربه كانت في 25 يناير، ويقدر يعبر عن هذه المطالب تعبير حقيقي مش لمجرد توظيف سياسي لبعض النماذج او العناصر الفاعله في المنطقه الجغرافيه عشان اخدم على النظام السياسي. فاصل ونرجع مره ثانيه. طبعا قبل ما نتكلم عن قضيه الاندماج بين الاحزاب في مصر، طبعا لازم نوجه كل اعتذار لاستاذ فتحي فرج، لان ربما جيل الشباب يعني خد اكتر في الوقت. احنا بنعتذر حضرتك. لا بالعكس، ده هي ده الشيء الطبيعي، ان الشباب هم اللي يقودونا. تمام. احنا بنسلمهم الرايه بالتاكيد. ربنا يبارك لك يا فندم، الله يخليك. شوف يا استاذ فرج، تاريخ الحياه السياسيه في مصر شهد كثير من الانقسامات والتشتت. فعلى سبيل المثال حزب الوفد، وهو الحزب القائد والحزب العظيم في تاريخ الحياة السياسية في مصر، سيادتك عارف ان من بعد ما اتعمل في سنة 24 طلعت منه الكتلة وطلع منه مجموعات كثيرة جدا، يعني شاهد كثير من الانقسامات والسعديين وغيره. خدت بالك؟ وهكذا. ده صح ولا غلط؟ عشان لا ندرس تجربه الاحزاب. لا يعني ما انا هقول يعني مش اعاده تكرار. لا أنا يعني اللي انا عايز اقوله لك ان تاريخ الحياه السياسيه شهد كثير من الانقسامات والانشقاقات. لما نيجي حتى طبعا بعد ثوره 23 يوليو الاحزاب حتى في الحزب اللي عمله انور السادات وانشق منه اللي كان حزب مصر وانشق منه الحزب الوطني. فكل التاريخ الحياه السياسيه كده. فكره الاندماج دي فكره حديثه في تاريخ الحياه السياسيه. حتى على مستوى الشركات موجوده. لا النهارده بدات تدخل على مستوى الشركات مصالح. شركات مصالح. طب برضه الاحزاب فيها والاحزاب فيها طبعا. فاللي انا عايز اقوله انها تجربه جديده ووليده ويجب محتاجه رعايه. اللي يتصور انها هتتم بشكل بسيط وبتاع ده، واحنا بنسعى المفروض في الحياه السياسيه، نضج الحياه السياسيه مش هيتم الا اذا كان على الاقل 4-5 احزاب قويه. كيف تتشكل في ظل وجود اكثر من 70 حزب حاليا دلوقتي؟ كيف تتشكل 3-4 احزاب قويه؟ هو ده الوضع الطبيعي اللي يجب ان تستقر به الامور. القضيه فين يا استاذ فتحي؟ في فكره الحزب والخط العام فيه، ولا في شخصيه منشئ الحزب والقيادات بتاعته؟ يعني هي قضيه اشخاص ولا صراع افكار؟ لا، هي طبعا الاشخاص ما تزال بتتصارع في كتير من الاحزاب. على سبيل المثال، مع احترامي الشديد للتيار الناصري، التيار الناصري تيار له وجود حقيقي واثبت وجوده في الفتره بتاع الستينيات، لكن الشخصنه والزعامات بتطغى على امكانيه انهم يتوحدوا. واكبر نموذج في انتخابات الرئاسه مثلا يعني 4 من اليسار المصري نازلين ازاي؟ نازلين. ما ده تفتت. ده دليل على انهم الشخصنه عندهم زياده. الاحزاب الاشتراكيه المفروض ما يبقاش فيه حزب التجمع ما يبقاش فيه الاحزاب الليبراليه كمان. التوحد على اي اساس؟ يعني بيبقوا متقاربين في الافكار، شخصيات قيادات الاحزاب بيبقوا بينهم حاله من التوافق الفكري، فهنا بيحصل يعني ازاي اعمل اندماج بين حزبين او 3 بيبقوا يبقوا شبه بعض، ولا بيبقى في بينهم اختلافات؟ لا، المفروض يحصل تقارب ما بين الاحزاب اللي البرنامج بتاعها الى حد ما فيه درجه من التوافق، الى ان تتوحد. مثلا المجموعه الاشتراكيه، المجموعه القوميه، المجموعه الليبراليه، خدت بالك، الى ان تتوحد. الحقيقه تجربه الاندماج قدم فيها الدكتور اسامه الغزالي حرب والدكتور يحيى الجمل وقيادات حزب الجبهه قدر كبير جدا من التنازلات لطبيعه الامور، ولولا هذه التنازلات كانت ممكن التجربه، خدت بالك، ما تتمش. يعني مثلا على سبيل المثال الدكتور اسامه قبل ان احنا نتنازل عن اسم الحزب لرغبته الشديده في ان تنجح فكره الاندماج، قبل ان في الهياكل التنظيميه عندنا يتم دمجها، خدت بالك، بشكل
تعاوني وبشكل اراده حره علشان الاندماج يتم. فكره الاندماج فكره جديده على الحياه المصريه، وعلينا ان احنا نرعاها، وعلينا ان احنا ننقلها من التيار المدني الى التيارات الاخرى، لان زي ما قلت لسيادتك لن تنضج الحياه السياسيه ولن يكون هناك قوه. انت سيادتك عايز يبقى في المستقبل برلمان قوي، عايز يبقى في تعبير عن الشباب وتعبير عن فئات المجتمع، ده مش هيتم وان البرنامج اللي بتاع الاحزاب فعلا يتصدى للقضايا العظيمه اللي انت قلتها. يعني احنا مثلا في برنامج التثقيف التدريبي اللي احنا عاملينه عايزين نعمل مناظره ما بين الفريقين المختلفين حول الاستفاده من نهر الكونغو. انت عارف حاليا دلوقتي في حوار كبير جدا، في ناس بتقول ده هيجيب 60 مليار متر مكعب، يعني اكتر من ايراد النيل الحالي اللي بيجي لنا من اثيوبيا ومن السودان. قضيه كمان مش في قضيه نهر الكونغو، مش قضيه الميه، قضية دخول وتواصل مصر مع افريقيا وعودة الدور المصري الافريقي بقوة. لان مش فقط احنا محتاجين الكونغو ولا محتاجين افريقيا وسط افريقيا، افريقيا محتاجة مصر وبقوة. بالتأكيد دور مصر كان دايما دور رائد في افريقيا، يعني علينا ان احنا نستعيد قضية النهر ده محور هيقام حواليه اشياء كثيرة جدا. طبعا ففي فريقين، في فريق بيقوده مثلا الدكتور مغاوري شحاته، وده كان رئيس خبير ميه محترم جدا، بيقول لك لا ده مشروع يعني فيه صعوبه وفيه استحاله، وبعض خبراء وزاره الري. بينما في اثنين من الاساتذه الدكتور الفيومي والدكتور احمد الشناوي بيقولوا كلام مختلف. والنهارده سمعت كلام عظيم جدا ان كل الخرائط وكل الترتيبات وكل التصميمات جاهزه، وعلينا ان احنا نبدا، وحتى الدوله المصريه مش هتتحمل كتير من التكاليف، لكن عايز بس الموضوع عايز اراده سياسيه. فاحنا كحزب اكبر مستخدم للميه؟ الزراعه. طيب هل التكتل، هل حزب المصريين الاحرار مع الجبهه الديمقراطيه فين الفلاحين؟ لا ما هو فين الفلاحين؟ فين الملفات الفلاحيه في مصر؟ لان يعني مش هنعمل نهضه اجتماعيه سياسيه اقتصاديه في مصر من غير تنميه زراعيه. لو ما عملناش تنميه زراعيه حقيقيه ده صحيح تعتمد على زياده النمو الحقيقي في الناتج الزراعي مع عداله اجتماعيه حقيقه وتوفير فرص عمل حقيقيه للمجتمع الريفي، يبقى ننسى كل اللي احنا بنتكلم عليه. الحقيقه ان سواء حزب الجبهه او حزب المصريين الاحرار وجوده في كتير من المحافظات وخاصه محافظات الصعيد ومحافظات بحري قادر ان هو يوصل بشكل حاليا دلوقتي ولو بشكل جنيني، لكن نتمنى ان احنا فعلا نوصل للقريه المصريه. الحزب مش هيبقى ليه فروع حقيقيه ومش هيبقى ليه قوه ومش هيبقى ليه تشعب الا اذا وصل للقريه المصريه، لكن دي مرحله عايزه برضو درجه من الوعي لدى فئات الفلاحين، لان انت مش هتقدر تنزل عليهم. خدت بالك المساله عايزه تضافر الاثنين، الحزب ازاي يوصل للفلاحين ويعبر عن مطالبهم علشان هم يثقوا فيه، والفلاحين كمان وعيهم خدت بالك يزداد. الفلاحين حاليا دلوقتي يمكن متجمعين حوالين ناس بتعبر عنهم وبيحاولوا يعملوا حزب، لكن احنا نتمنى ان احنا فعلا حزب المصريين الاحرار يقدر. يعني احنا متبنيين حاليا قضيه السماد، متبنيين قضايا كتيره جدا تخص السياسه الزراعيه، عايزين نطور ونصنع الزراعه بحيث ان ما تبقاش مجرد زراعه ولكن بتبقى استثمار، ويبقى العائد ويبقى ازاي لو في وفره في اي محصول ازاي نصنعه. خدت بالك ده موجود في برنامج المصريين الاحرار. خدت بالك بس المساله مش هتتكرر او مش هتترسخ فكره الاحزاب الا باستمرار الديمقراطيه واستمرار الوصول. احنا لسه يعني عشان نعمل دمج ما بين احزاب النهارده عشان هذه التجربه تنجح يبقى في نوع من التوافق الفكري، مش التشابه ولا التكامل، لا توافق فكري في التوجهات العامه للحزب مطلقا، ان الشخصيات الحزبيه اللي هي بتاخد هذه القرارات يكون عندها نوع من المصلحه العامه وعدم الايثار والصراعات حول مين يبقى الرئيس ومين يبقى القضايا دي كلها، ان تبقى التوجهات القوميه هي اللي تبقى واخده الغلبه الاكثر، مش فقط المصلحه الحزبيه الضيقه. صحيح. في اللحظه يعني ما نفتحش رجلينا. قيادات حزب الجبهه قدموا هذا النموذج وعلى باقي الاحزاب. على فكره احنا في حاليا دلوقتي، احنا لما كنا في الهيئه العليا يوم الاحد اللي فات الدكتور احمد سعيد والدكتور اسامه والاستاذ المهندس ساويرس قالوا ان في عدد كبير من الاحزاب بصدد انها حاليا دلوقتي هتندمج وهنوحد. احنا هنعمل حاجتين، هنعمل تحالف انتخابي مع 5-6 احزاب،
ثم في احزاب اخرى هتندمج، لكن برضو تظل بعض الشخصيات اللي بتبحث عن زعامه هي اللي متوقفه. اذا ما كانش الناس تتنازل عن بعض الخصائص الشخصيه، لان المصريين بصفه عامه فكره العمل الجمعي محتاج يمكن لسه مش مترسخه، محتاج تعليم. لكن تجربه الاندماج ما بين حزب الجبهه وبين حزب المصريين يمكن تشجع عديد من الاحزاب الاخرى. واذا شافوا ان هذه التجربه نجحت، واذا شافوا ان هذه التجربه بتقوي الحزبين وبتعمل اضافه للطرفين. احنا كان عندنا مشاكل في حزب الجبهه، حزب المصريين ممكن يكون عنده مميزات، خدت بالك لما دمجنا الاثنين استفدنا من مميزات الطرفين وارتقينا بالعمل الحزبي. تمام. على الاحزاب الثانيه انها تحظى حزبها. استاذ محمد، الشباب برضو دلوقتي بينهم فكره الزعامات ولا لسه ما ظهرتش بينهم؟ بس هقول لحضرتك حاجه، هو يعني. لو اتكلمنا على الزعامات، هو الشاب بطبيعته بعد الثوره زعيم نفسه، يعني ملك زمانه زي ما بيقولوا، يعني انا عايز انزل دلوقتي. بس هي يعني انا هتكلم عن تجربتنا احنا كحزب المصريين الاحرار عموما في الاندماج. تجربه احنا شفناها بشكل مختلف. احنا شفناها ان في كوادر موجوده في حزب الجبهه، وفي كوادر عندنا برضو موجوده في حزب المصريين الاحرار. الاتجاه التيار الليبرالي والتيار المدني واحد. طب انا ليه امشي لوحدي؟ طب ما هو يعني اخويا، ويعني زي ما بيقولوا بلغه الشارع كده، اخويا وحبيبي اللي معايا في نفس الاتجاه، واللي احنا اتظلمنا ويعني وحصل بينا، يعني مش حصل، واحنا الاثنين اتكوننا بالنار اللي فاتت الفتره اللي فاتت، ليه انا ما اندمجش معاه ونبقى لينا اتجاه ولينا دور ملموس؟ تمام. يعني الشارع دايما بيقول لك انت كحزب ليبرالي قدمت لي ايه؟ احنا كمان كشباب مصريين الاحرار في اسكندريه او على مستوى الجمهوريه، التجربه كانت خير معلم. تجربه السنه الماضيه كانت خير معلم بشكل واضح. احنا ممكن تنصحني النهارده بحاجه معينه، طب اعمل كذا ما تعملش كذا. طبعا الشباب يعني لا يتبع النصيحه من اول مره او تاني مره، لا، التجربه نفسها هي اللي بتخليه او بتجبره بشكل واضح. ويمكن ده اللي حصل في الفتره الاخرانيه. فكره تمرد او حمله تمرد بمنظورها الواسع قايمه على ايه؟ قايمه على الشباب. هل التمرد في الفتره اللي قامت بيها لحد ما وصلنا ل 30 يوليو، هل هي وصلت للنقطه دي بدون الاحزاب؟ لا، بس وصلت بشكل مفتوح. يعني احنا في المصريين الاحرار لا يعني اوريدي دعمنا حمله تمرد بشكل واضح وعملنا فعاليات كتير في الشارع، بس كان المنظور احنا عاملين زي سباق ال 200 متر تتابع. يعني ناس بتطلع بتسبق وبتاخد العصايه، وبعدين بيبقى واحد تاني مستني بياخد منه العصايه وبيكمل الطريق، لكن الفريق كله هو اللي كسب. صحيح. فما يقدرش واحد يقول، ما يقدرش اخر واحد اللي هو بيعدي الخط يقول انا اللي كسبت وحدي. لا، ده احنا كل اللي سلم العصايه في التتابع كلهم، الفريق ده كله كسب. هو الفكره اللي جت في الجزئيه دي يمكن هو ده اساس الاندماج. اللي احنا في الفتره اللي هي قبل 30 يوليو كان واضح تماما ان زي ما قال استاذ فتحي ان مصلحه البلد اوجدتنا في مكان واحد، اوجدتنا على ورقه تمرد. تمام. اوجدتنا على شيء معين. تمام. النهارده انا عايز انطلق من فكره مصلحه البلد دي. استاذ فتحي، النهارده مصلحه البلد في ايه؟ ان يبقى عندي مرشحين في الرئاسه كتير، ولا يبقى عندي عدد مقبول من مرشحي الرئاسه، ربما يبقوا 3 4 مثلا، ولا يبقوا عندنا 13 20، ولا ايه بالظبط؟ شايف الرؤيه تبقى ازاي؟ انا شايف الرؤيه اطلاق حريه الترشيح لكل من يرغب فيه، لان الممارسه الديمقراطيه تستحق. مش ده ممكن يؤدي الى تفتيت اصوات مثلا؟ لا 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 زي ما حصل قبل كده؟ ما حصلش. ايه اللي حصل؟ ترشحوا 10 في اخر انتخابات واجريت 13 واجريت الانتخابات، خدت بالك، وبشكل ديمقراطي كويس، بغض النظر بعد كده عن نتيجه ان فئه معينه هي اللي سرقت الموضوع ورتبتها، لكن كانت انتخابات ديمقراطيه. ممارسه الديمقراطيه واستمرار ممارسه الديمقراطيه هي السند الوحيد، وهي اللي هتقوي الحياه السياسيه. حكايه ان احنا نقصر الترشيح على عدد صغير، انا اعتقد ان احنا بنقلل من الممارسه الديمقراطيه. كل ما ندي الفرصه، انا عايز تنوع، وعايز الناس تبقى عندها حريه الاختيار، وعايز الناس تكتسب ثقتها، وما بيبقاش فيه اي حج لاي مثلا اتجاه
من انه يترشح. دور الاحزاب ايه في المرحله دي، في النقطه دي؟ دور الاحزاب مش هيتبلور الا بعد الترشيح الرسمي وفتح باب البتاع، لان احنا حاليا دلوقتي ما نقدرش نتكلم على دعم اي رئيس، ولا نقدر نتكلم يعني. ولا مرشح الا بعد ما تتفتح باب قبول الطلبات ويتم الترشيح بشكل رسمي. هنبدا ندرس البرامج بتاع كل برنامج كل مرشح، وبناء عليها هنقول والله احنا هنؤيد الرئيس الفلاني، البرنامج الفلاني، الاتجاه الفلاني. لكن حاليا دلوقتي اي كلام يبقى سابق لاوانه، لو انا اقدر اقول ان انا حاليا دلوقتي مع ده او ضد ده. على العموم احنا في المرحله القادمه هي مش فقط قضيه شخص الرئيس، لان الدستور الجديد بيحدد السلطات وبيحدد الصلاحيات، فالرئيس مش هتبقى في ايده كل حاجه زي قبل كده، لكن هيبقى في عندنا نظام سياسي، هيبقى في رئيس جمهوريه، في رئيس وزراء، وفي برلمان، وفي محليات. الاربعه دولت مع بعض هم اللي هيشكلوا شكل النظام. فيبقى تركيزنا مش فقط على شخص الرئيس القادم صفته هو وشخصه، لا احنا بنتكلم على مجمل النظام السياسي، لان الرئيس وحده مش هيشتغل، هيبقى عنده برلمان. البرلمان هيبقى مين البرلمان؟ سواء شخص قيادات البرلمان او الاعضاء، مع المحليات، كل ده مع الحكومه، مع اعضاء الحكومه، مع رئيس الحكومه. كل ده هيشكل الحياه السياسيه في مصر القادمه. فاحنا القضيه مش فقط شخص الرئيس، ولكن لان الرئيس هيجيب رئيس الوزراء بس لازم البرلمان يوافق عليه، والبرلمان مش هيجيبه رئيس الجمهوريه، البرلمان هيجيبه الشعب، الناس من الصناديق بترشيحات الاحزاب بالمستقلين، وهكذا هيجي المحليات بالمشاكل الصغيره الكبيره اللي تحت، والبرلمان فوق بيشرع وبيراقب على مستوى تاني. ما نرجعش تاني لفكره نائب الدايره اللي بيمضي ورقه عشان نعين فلان في شركه بترول، او عن النبي عشان نرصف طريق 2 كيلو. ده شغل محليات. شكرا جدا ضيوفنا الكرام، الاستاذ فتحي فرج امين التدريب والتثقيف بحزب المصريين الاحرار باسكندريه، وايضا الاستاذ محمد فريد عضو المكتب التنفيذي لحزب المصريين الاحرار بالاسكندريه. ونتمنى كل النجاح لكل الحياه السياسيه وكل الاحزاب المصريه يا رب ان شاء الله. نشكرك لحضرتك. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا ليكم مشاهدينا الكرام. غدا تلتقونا مع مجموعه اخرى وحوار اليوم. السلام عليكم.